اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده ازاي تقطعي كده الفرخه بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا جدا. تعالوا نشوفوا هنقطعها ازاي. الطريقه دي سهله والله العظيم بجد في تقطيع الفراخ، وحاجه كده سهله جدا. مبدئيا كده اهم حاجة لازم السكينة تكون حامية. انا بصراحة السكينة بتاعتي هي حامية بس برضو مش حامية قوي. دي اول حاجة، لازم السكينة تكون حامية عشان تساعدك وانت بتقطعي كده الفراخ. زي ما انتوا شايفين كده بقطع الفراخ، بجيب كده من عند الورك كده وبروح مقطعة كده عشان افصل الورك، علشان اعرف اقسمه. زي ما انتوا شايفين كده انا كده بقسمه وبعمل كده العضمايه كده بروح عاملاها بايدي علشان اقسم بقى كده الورك، علشان اعرف اقسمه كده بطريقه سهله. تعالوا نشوفه. طبعا انا جبت الفرخه، طبعا انا يا دوبك بس اديتها تشطيفه كده، يعني شطفتها يا دوبك كده بس شطفه واحده، علشان لسه انا هقطعها بعدين بقى هغسلها كويس جدا واعملها كده واعمل لها محلول نقع علشان تبقى معاكي تحفه. طبعا انت لازم تغسليها كويس جدا بعد ما بتقطعيها، تغسليها كويس جدا 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 من اي دم ومن اي حاجه كده انت مش حباها فيها. وبعدين بعمل لها بقى كده محلول نقع وهتبقى معاكي تحفه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا قسمت كده الورك كده نصين، المفصل كده اللي من عند الدبوسه كده، فانا بروح عاملاه بالسكينه كده وبفصله ما بين المفصل والتاني. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده، يعني انتوا لو عاوزين تكبروها زيادة عن كده ماشي. انا بصراحة كده بحب كده من عند المفصل اقطع زي ما انتوا شايفين كده. اعملي الفرخ كده، يعني انت اعملي الورك كده هيتقطع معاكي بكل سهولة اهو يا قلبي. طبعا لو انت مستكبرة الحتة اللي هي فيها الحتة دي اللي انا ماسكاها دي، مستكبرة عاوزة تقطعيها اتنين، اللي انت حباه اعمليه. تعالوا بقى كده نقطع كده الحتة دي. انا بروح كده عاملاها كده بالسكينه. طبعا انا مش عارفه اقطعها كويس جدا لان انا بصور ومش عارفه اخد راحتي اللي انا اقطعها، فزي ما انتوا شايفين كده بقطعها كده اهو. اروح بقى عاملاها كده اعمل العظميه كده، اخبط عليها خبطه كده اهو يا قلبي. زي ما انتوا شايفين كده بخبط كده عليها خبطه وهتتقطع معاكي بكل سهوله اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اديني اهو قطعتها وهتطلع معاكي بكل سهوله. وبعدين بجيب كده من عند الصدر، بروح كده عند العضمايه اللي زي ما انتوا ما شايفين كده، بروح اسمها نصين علشان اطلع منها مثلا الصدر لوحده والكتف والاكتاف لوحدها اهي يا قلبي. زي ما انتوا شايفين كده اقطع بقى الكتف. انا بصراحه بحب كده الكتف بيبقى في الجناح، انا بحبه كده. انت طبعا عاوزه تقطعي الجناح ماشي، مش عاوزه تقطعيه سيبيه كده مع الكتف، بجد هيبقى تحفه اهو. بقطعه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو يا قلبي. زي ما انتوا شايفه كده بقطع كده بفصله ويتقطع معاكي بكل سهوله، هيتقطع معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا تقطيع الفراخ ده زي ما انت بقى عايزه، انا يا دوبك بس بديكي كده معلومه اللي انت تقطيعها التقطيع اللي انت عاوزاه، والتقطيع اللي هيقضيك والتقطيع اللي موفر معاك اعمليه اهو يا قلبي. الصدر بقى انا بصراحه كده هقسمه كده حتتين زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة انا الحتة اللي هي حتة الصدر الكبيرة دي انا هقسمها تاني، بس انا بقى عملتها حتتين، بس انا بصراحة انا هقسمها تاني. انا عملتها بس حتتين كده بصراحة، استكبرتها ورحت مقطعها حتتين
اهو يا قلبي ادي كده الفرخه، وهتقطعيها كده بكل سهوله زي ما قلت لكم. اللي انت تديها بس شطفه كده وهي سليمه، وبعدين تروحي مقطعاها، وبعدين بقى تشطفيها من اي دم ومن اي حاجه وحشه، يعني اي دم او اي حاجه انت مش حباها في الفرخه بعد ما تقطعيها. وبعدين تعملي لها محلول نقع وتسيبيها كده لمده ساعتين، هتبقى معاكي بجد تحفه. المحلول النقع مهم جدا يا بنات، ما تنسوش محلول النقع. ما تنسوش تدوسوا لايك. باي.